عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم فيديو تقريبا كده اول مره اعمل النوع ده من الفيديوهات، بس خطرت في بالي فكره كده، وهي ان انا اشوف عروض كازيون نازله، ايه اللي نازل عندهم عليه خصومات عشان اقول لكم عليه. فلما رحت بما ان لقيت كازيون فرع كازيون وفرع الفرجاني الاتنين في شارع واحد، هقول لكم الشارع ده اسمه ايه علشان خاطر اللي عايز ينزل هنا او هنا يبقى عارف. الاتنين في حتة واحدة، بينهم وبين بعض تقريبا كده بتاع 100 متر مثلا مشي في شارع واحد. فقلت اقول لكم او اصور لكم الاسعار هنا وهنا، واوريكم ايه العروض اللي نازله هنا ونازله هنا، وهل في فرق في السعر ولا لا. وتعالوا بينا عشان ما اطولش عليكم. الاول هنا احنا في كازيون، تمام. هوريكم اسعار السمنه اهم حاجه، وسالتوني على سمنه شيراتون وسمنه فيرن، فقلت اقول لكم الاسعار. انا وريتها لكم على الكاميرا وانا كنت بتكلم. بعد كده دي اكياس السمنه اللي هي 350 جرام، روابي كانت ب37، فهي نازل عليها عرض لان انا كنت مصورها لكم قبل كده في جمله ب40. الزيوت برضو من اهم احتياجات البيوت دلوقتي وكل وقت على فكرة، هو الزيت والسمنة، الرز، السكر، المكرونة، الاساسيات يعني. فانا مصورها لكم هنا وهنا، وهقول لكم رأيي في الاخر بالنسبة للاسعار والخصومات، احسن مكان تجيبه منين. بصوا ده زيت اسمه اساور ب42 جنيه، وزيت برضو اسمه سهر، ماشي، سهر واساور وحياة. دي الازازة بتبقى صغيرة ما بين 650 و700 ملي، واسعارهم من بين 42 ل 46. تمام. انا قلت لكم الاسامي عشان نسيت خلاص. في زيت برضو اسمه برنسيسة زي ما انتم شايفين كده ب77 الا ربع، اللي هو 700 ملي برضو. زيت عافية دي الصراحة عجبتني قوي ب64 جنيه، 700 ملي برضو عافية عباد، تمام. وهلا وسلايد دايما بيبقوا سعر واحد، بصراحة حلوين جدا في الزيت العباد، من احلى الزيوت هلا وسلايد ب72 جنيه الا ربع، اللي هم ال700 او 750 ملي. تمام تمام. نيجي بقى لزيت الذرة. ده بس ده اصيل مش كريستال، زيت اصيل، خلي بالكوا ده سعر اصيل اللي هو ده، وده سعر كريستال، هما متبدلين الاماكن. تمام. الكريستال ب184 والاصيل ب162، تمام كده. دي اللي هي لتر و600. بعد كده هلا زيت عباد 5 لتر، هلا زيت عباد 5 لتر ده سعرها ماشي، اللي هي اللي قدامكم دي ب470 جنيه. وفي بقى كريستال 5 لتر، بس مش دي الصغيرة اللي هي 2 وربع تقريبا. هوريكم بقى سعر اللي هي 5 لتر كريستال اللي هي الكبيرة دي. ايوه دي عباد، بس بصراحة انا ما بحبذش ابدا الازايز الكبيرة دي، بتهدر الزيت بطريقة مش طبيعية، مش مقننة كده في الاستعمال خالص، وتيجي تفضي منها بتدلق جامد. فالافضل ان انت تجيبي الازايز اللي هي اللترات حلوة جدا، والفرق في السعر مبقاش كبير. ده زيت هدية ب45، زيت حلوة ب55 او 54 ونص، اللي هي اللتر الا ربع تقريبا. تمام تمام. هوريكم برضو اسعار الفراخ المجمدة والبط، بس خلينا الاول نشوف الرز بعد ما شفنا الزيت. احنا هنا يا جماعة في كازيون، الفرع ده فرع شارع جمال عبد الناصر. شارع جمال عبد الناصر ده في تقريبا منطقة اسمها السلام، وعلى جسر السويس، اقرب محطة مترو اسمها الهايك ستيب، او محطة عمر بن الخطاب. يعني الشارع ده في النص ما بين المحطتين، فانت هتنزلي هنا او هنا، هتتمشي شوية لحد ما توصلي اول جمال عبد الناصر. كنت نزلت لكم فيديو في الفرجاني الكبير اللي هو 3 ادوار، الفيديو اللي نزل قبل ده على طول، في الفرع الكبير اللي هو 3 ادوار اللي صورت لكم في اول جمال. لو دخلتي بقى الشارع جمال عبد الناصر ده قدام شويه، هتلاقي فرع صغير للفرجاني مصوره لكم في الفيديو ده، وكمان هتلاقي كازيون وهتلاقي بيم. الشارع ده يا جماعه شارع حيوي جدا، وده الشارع اللي بيطلعك على سوق الجمعه اللي بيبقى موجود هناك في عند كوبري المية. تمام كده. طبعا وانا بوصف لكم انتوا شايفين المنتج وشايفين سعره، يعني انا بصور لكم المنتج وبصور لكم سعره وبوصف لكم ازاي تروحوا لو حابين. وبالمره الناس اللي عايزه تروح سوق الجمعه قلت لكم تروحوا ازاي، اقرب محطه مترو الهايك ستيب، وتكتب قولي له وديني سوق الجمعه، او وديني مثلا عند كازيون، او وديني عند الفرجاني، واتيفر بقى انتوا عايزين تروحوا فين بالظبط. تعالوا بقى اوريكم اسعار الفراخ. دي الفراخ المجمدة، عندك الفرخة اللي هي من كيلو لكيلو 100 ب160، وفي اللي هي من كيلو 200 لكيلو 300 ب190 جنيه، واللي هي ما بين 900 جرام
من 850 ل 900 ب135. نيجي بقى البط العابد، البطايه ما بين 2 كيلو 700 2 كيلو 800 ب360 جنيه. وهنا بقى محتاجين وقفه بالنسبه لسعر البط المجمد، ان البطايه تبقى اقل من 3 كيلو ب360، يعني تقريبا الكيلو واقف فيها ب129 جنيه او 130، يعني لو حسبتوها هتلاقوها في الحته دي. فالكيلو في المجمد ب130. ليه؟ ده الفريش انا مصوره لكم في الفرجان الفيديو اللي فات عليه عرض ب120، والمجمد بيبقى ب111 109 في المنطقه دي برضو. فبصراحه ما عجبنيش سعر البط هنا خالص. بالذات ليه؟ لاني انا فاكره سعر كويس، انا لسه كنت مصوراه ما كملتش حاجه، فانا فاكره السعر كويس جدا. فلا، في الفرجاني بط العابد ارخص بكتير وكمان فريش، يعني ان المجمد يبقى اغلى من الفريش ما شفتهاش دي لسه. نيجي بقى للسكر. زي ما انتم شايفين كده السكر ما بين 30 31، الكلام ده في كازيون. ماشي، هاخدكم بقى بعد كازيون ده ب30 جنيه. بعد كازيون ما شفتش الفرع ده، ما شفتش فيه يميش. الناس اللي هتسأل على اليميش في الفيديو ده، الفرع ده ما شفتش فيه غير البلح، هوريهولكم. تمام، ده زيت عافية قلت اوريهولكم برضو اهو. عافية ذرة اللي هي 2 لتر و200 نازلة ب240 جنيه. هوريكم سعر البلح، بس بقى سيبكم من البلح المغلف ده بالأمانة، وهاتي البلح السايب. ما تجيبيش الاكياس دي، بتبقى بقى فيها أسوأ وأردأ أنواع البلح، صدقوني عن تجربة. هاتي السايب أفضل بكتير. بصوا هنا مثلا ده كيلو الا ربع ب18 جنيه، يعني الكيلو تقريبا ب25. سعر الكيلو في الكيس كده 25، فلو جبتيه سايب هيبقى افضل لك بكتير. وطبعا انتوا راحتكم، بس يعني هي وجهات نظر. ماشي، برضو هنا بلح نفس اللي انا لسه موريهولكوا. تعالوا بقى معايا وانا افرجكوا على البلح اللي بجد. هنروح فرع فرجاني، ده الفرع الصغير ده اصغر فرع شفته للفرجاني لحد دلوقتي. يعني كل الفروع بتبقى على مساحات اكبر من كده، حتى تلاقوا ده فارش في الشارع ده، في شارع جمال عبد الناصر يا جماعة. فارش بلح زي ما انتوا شايفين كده، من اول 35 جنيه لحد 70 جنيه، كلهم احلى من بعض. بس طبعا بتفرق في الحجم، في بلح اسواني مش عارف ايه. بصوا البلحية الغامقة دي ب45، عجبتني الصراحة، مكتوب عليها بلح اسواني. بصوا حلوة ازاي. ده برضو ب50. هو بصوا البلحات بان لكم في التصوير صغيرة شوية، هي اكبر سيكة، بس برضو مش الاحجام الكبيرة. الاحجام الكبيرة ب60 65 75 وهكذا. بصوا بقى اللي ب70 دي لا يعلى عليها، حاجة كده تحفة، بجد تحفة جميلة جدا. دي ب65. بصوا انا بصور لكم بالشقلوب، يعني واجهة البلح كده، وانا كنت لفيت معاه عشان اوريكم عن قرب البلح اللي مكنتش عارفة اوصله لكم من الناحية التانية. فالمهم يعني اللي في الصف ده دول ب60 و75. ماشي، المكسرات نفس الاسعار. ماشي، هنا الفستق الربع ب170، اللوز الربع ب135، البندق الربع ب140. الفرع الكبير لو تفتكروا كان فيه ربع بندق ب100 جنيه، ودي يعني كان اقل سعر للبندق شفته في حياتي تقريبا السنة دي طبعا. تمام، فمعرفش كان عامل عليه عرض ولا ايه الصراحة. برضو هنا عين جمل الربع ب95، بس ده اللي هو مكسر مش الفراشة الكاملة. ده بقى اللي هو الكاملة ب135. التين السوري الحبل ب105 الربع، يعني السعر 420 جنيه. الفول السوداني المقشر ب85 جنيه. عايزة اقول لكم تحفة 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 وجديد وقمر. يعني انا دقته، مش دقته قبل ما اشتري، لا دقته بعد ما اشتريت، بجد جميل جدا. والحقوا السعر ده تحفة. في رز الحمد ب27 جنيه، وعاملين عروض جوه على رز الاسطوره وبريم وكل انواع الرز هوريها لكم. دي كرتونه رمضان ب235 جنيه بمحتوياتها. وقفوا الفيديو لو عايزين تعرفوا يعني الكرتونه فيها ايه. كده زيت ست البيت ب66 جنيه. تمام، وفي صلصه برضو ست البيت سعرها رخيص اوي 16 جنيه تقريبا. روابي بسعر 79 جنيه. وعندك تبارك زيت خليط ب40 جنيه. ازازة تبارك دي 650 ملي. تمام، بكام؟ انا قلت لكم 40 جنيه صح. كل الحاجات دي بقى واكتر بكتير هنشوفها جوه. اكتر حاجة عجباني عندهم البلح،
والمكسرات اسعارها حلوه الصراحه. بالنسبه للناس اللي قالت لي على موضوع المكسرات، بما انهم عاملين ورقه كده ممنوع التذوق، تعملوا ايه؟ انا اقول لكم تعملوا ايه. اعملوا زيي، انا بشتري الحاجه ووزنتها وغلفتها وخدت سعرها وكل حاجه تمام. بدوقها وانا لسه في المكان، انا خلاص اوريدي حسبت، عجبتني هروح. طب ما عجبتنيش ولا دي طعمها بايت، بالذات عين الجمل والبندق دول اكتر حاجه بتبان فيهم. يعني عين الجمل والبندق دول حساسين بشكل مش طبيعي، بيبانوا جدا لو هم قدام. فدوقي الحاجه اللي انت اشتريتيها ودفعتي فيها فلوس، والله عجبتك روحي، ما عجبتكيش لا يا جماعه ارجعي على الكاشير لو سمحتي، الحاجه دي طعمها مش عاجبني، الحاجه دي قديمه مش جديده، تمام، وتفضلي وخدي فلوسك، شكرا. انتي كده في السيف سايد، ولا تروحي وترجعي ولا اي حوارات خالص من وانتي موجوده، لان هم مانعين التذوق. لكن انتي تذوقتي حاجتك، انتي اشتريتي ودفعتي. تعالوا بقى عشان ايه، كنت عايزه اقول لكم الحته دي مهمه جدا بالنسبه للمكسرات. يعني دي دفايات عجبتني قوي 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 قوي، لانها تقيله. بصوا قد ايه وبرتها عاليه وناعمه وسوفت كده وتحفه، ولونها منت كده حلوه جدا، والصفرة بتاعتها خياليه، والبينك برضو ب185 جنيه. الكارول اللي جنبها دي ب100، ماشي. ده زيت ب50، زيت آلية ب50. حد بيقولي في الكومنتات بتغلطي في الاسعار، معلش والله حقكم عليا، بس انا فعلا بتخيل يعني وانا بسجل كده بلاقي نفسي مشيت من حاجة لحاجة، فغصب عني ممكن اتلخبط والتمسوا ليا العذر، فكلنا بنغلط يعني. بس فعلا ممكن بيبقى سهو مني ان انا اقول سعر حاجة على حاجة او كده، تمام. ده الرز اهو، ده الرز الفرجاني ب28، والسايب منه ب27، السايب في قسم العطارة. ده رز الاسطورة، ولقيت ناس كتير واخدة منه كتير قوي الصراحة، فقلت اقول لكم عليه ب27 جنيه، تمام. الاسطورة ب27، واحلى حباية رز ممكن تاكليها الرز الدمياطي، احلى حبايه رز الصراحه ب180 جنيه ل5 كيلو. وهوريكم سعر الكيلو منه لوحده، اللي هو العبوه الكيلو. تعالوا اوريكم السمنه عشان تقارنوا بين الاسعار. دي قوت، تمام. انا وريتكم السعر، جنة ب150 جنيه اللي هي كيلو ونص، ودايما جنة وروابي بيبقوا سعر واحد. بصوا بقى، دي سمنه شيراتون، عشان انتوا كنتوا سألتوني عليها في الكومنتات وقلتولي شوفوا لنا شيراتون وفرن والسمنة البلدي عموما. دي كيلو الا ربع تقريبا ب420 جنيه، دي سمنة بلدي صرف. بعد كده عندنا سمنة كريستال، سمنة كريستال يا جماعة ب115 جنيه، ودي العلبة اللي هي كيلو صافي، عشان العلبة الكيلو ونص ب160 جنيه، 160. تمام. العلبة الكيلو ونص ب160، سواء الصفرة او البيضة. وهنا الدقيق ب20 جنيه، تمام، اللي هو دقيق السلطان اللي هو في ورق كرتون ده ب20 جنيه الكيلو. والدقيق السايب في العطارة ب17، تمام. قسم العطارة عندهم صغنطوطي خالص، وده لان الفرع اصلا صغير جدا، ولكن في كل حاجة في الفروع الكبيرة، في الجزارة وفي كل حاجة. بس ما شفتش عندهم البط والفراخ زي ما موجود في او البط والرومي والحاجات دي زي ما موجود في الفرع الكبير. الناس اللي عايزة تشوف الفيديو بتاع الفرع الكبير، الفيديو اللي قبل ده على طول يا جماعة. فرع متوسع جدا ما شاء الله، فيه قسم فوق ادوات منزلية ومفروشات وكل حاجة الصراحة. احلى حاجة في الفرجاني بقى انهم بيعملوا عروض على اليميش والمنتجات اللي لسه في عز الموسم بتاعها. يعني هنا ربع زبيب بدر الدين ب41 او 42 بدل 50، تمام. يعني بدل 200 مثلا ب100 حاجة و60، او 164 168 حاجة كده، تمام. فده حلو الصراحة. شوفوا بقى انواع الزبيب ما شاء الله كتير. يعني مثلا ربع الزبيب الاحمر ده ب35، في الزبيب الكبير برضو الاصفر ده ب45، وهكذا بقى. يعني هما احلى حاجة حاطين لك برضو تمن الربع، تبقى انتي تقعديش تحسبي، انتي على طول عارفة ربع من ده ربع من ده، تبقى انتي عارفة السعر، تمام. نيجي بقى لاسعار اللحوم، نفس اسعار اللحوم. بصوا الجولة دي كان المقصود منها ايه، لو انتم متابعيني او من حبايبي اللي متابعين كل الفيديوهات، انا قلت لكم في الفيديو اللي كنا مصورين فيه الفرع بتاع تريومف اللي هو جنبنا، قلت لكم هنروح نشوف في كذا فرع تاني للفرجاني ونشوف نفس الاسعار ونفس العروض ولا لا بالملي.
العرض اللي هنا هو اللي هنا والسعر اللي هو هنا، ولكن بتفرق بقى في التوسعات. الفرع الكبير كان في حاجات عليها عروض اكتر واسعار، يعني مثلا انا ما شفتش ربع البندق ده في الفرع اللي في تريومف ان هو يبقى ب100 ولا الفرع ده، شفته في الفرع الكبير اللي هو في اول جمال. فهمتوا الفكرة؟ في منتجات اصلا ما بتبقاش موجودة في كل الفروع، بس في الغالب هتلاقوا اسعار اليميش واحدة، اسعار المكسرات واحدة، اسعار الزيوت، السمنة، الرز، العروض دي كلها ثابتة. ممكن فرع اكبر شوية يبقى فيه منتجات اكتر وعليها عروض، زي برضو الفرع الكبير لما كان موجود فيه الرومي ودبابيس الرومي والفيليه والفراخ والوراك ومش عارف ايه، ده في الفرع الكبير. هنا ما كانش فيه فراخ فريش خالص، ما كانش فيه غير اللحوم المجمده اللي لسه اوريها لكم ب 240 المفروم والمكعبات، وفي ب 200 بتلو والكبده ب 150. نيجي للرنجة، كانوا عاملين عليها عرض ب120 جنيه. والحقيقة انا لما بشوف الرنجة يا جماعة، انتوا عارفيني اللي متابعيني برضو فاهمين، لما بروح الفرجاني لازم اجيب رنجة لازم. وخصوصا ان احلى حاجة في الفرع ده ان انتي اللي بتنقيها بنفسك. يعني في الفرع اللي عندنا اللي بنجيب منه، انتي بتقولي له، بفضل بقى يعني اخايل الراجل معايا، لا مش دي، لا دي من ورا الفاترينا كده واخيله. فهنا بقى انا خيلت نفسي، انا فضلت ادور بقى على ان انا بحبها تبقى كبيره ومبطرخه كده، فدي كانت رفيعه شويه، كنت عايزاها تبقى اكبر من كده، بس تمام يعني ادت الغرض. والحقيقه دلعه برضو جميله وب120 بس، فعجبني السعر جدا، لان احنا كنت بجيبها ب160 لانها ابو السيد، دي مش ابو السيد، دي المدينه. في حد بيقول لي ما اسمهاش ابو السيد في الكومنتات، اسمها ابو السيد. فالمهم في الاخر انها رنجة حلوة وطعمها جميل وبصراحة نظيفة جدا. دي بقى زبدة اوكراني، تمام، تمنها 118 جنيه او 119 جنيه الكيلو، على حسب بقى القطعة، وممكن انت عايزة كيلو بالظبط او نص كيلو بيقطع لك، بس الكيلو عامة ب119 جنيه. في الزبدة النيوزيلندي كانت ب410، وده نفس السعر في كل الفروع على فكرة للزبدة النيوزيلندي اهو، ب410 جنيه سعر الكيلو، وده ازيد من كيلو حاجة بسيطة، ف414 جنيه، تمام كده. وهنا سمنة فرن ب360 جنيه اللي هو الكيلو الا ربع، سعر 700 جرام من سمنة فرن 360 جنيه، تمام. بعد كده في عروض طبعا على الزبادي والجبن، ودي بقى نهيكم يعني لو دخلتوا في القسم ده مش هنطلع. ففي عروض برضو على التونة هقول لكم ب22 و24 و25 اهو، ادي 25 اللي هي سي ريمو دي، وفي تي سي بوي ب23، وفي ماريو ب25، وهكذا بقى. وطبعا في عروض برضو على حاجات كتير زي المربات والصلصات وهكذا. والخل برضو في خل ب10 جنيه اسمه الطباخ، معرفش المقطع بتاعه مجاش ليه. في عرض برضو على جبنة المثلثات اسمها الحلوبة ب32 قطعة ب50 جنيه، فقلت اقوله لكم. في برضو عاملين عرض على الحلاوة ب75 جنيه اسمها الفتح، سواء سادة او شوكولاتة ب75 جنيه. وفي برضو عرض على رومي بطارخ الربع ب65، والبراميلي الكيلو ب150. قلت اقول لكم برضو بالمرة ان في عروض على الجبن هم عاملينها، بس التلاجة متفاكيمة مغلفينها كده، فمعرفتش اصورها لكم. وكان عندهم برضو صلصة عليها عرض اسمها ست البيت ب14 جنيه، ودي كانت اخر حاجة صورتها لكم في الفرع ده. ما تنسوش يا حلوين تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هل الجولة عجبتكم ولا لا، وهل ان احنا جمعنا بين مكانين في فيديو واحد ده كان حاجة مفيدة لكم ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة، مع السلامة.